90% بيغلطوا وبيشغلوا التلاجة والفريزر بيبقى التبريد ضعيف، والكابينة اللي تحت ما بتبقاش شغالة، والمروحة نفسها اللي بتدي التبريد وتوزعه على الفريزر كله نفس الكلام ما بتبقاش شغالة. كمل معايا بقية الفيديو وانا هشرح لك ايه المشكلة والحل بطريقة سهلة. مساء الخير يا جماعة، اهلا وسهلا بحضراتكم. معانا التلاجة فيها مشكلة ان التبريد بتاع الفريزر زي ما انتم شايفين معايا، مفروض الجزء ده كله بيعمل معانا تلج لحد النهاية هنا، هو مشمع من الجزء اللي فوق. فبالتالي حتى لو انت جايب التلاجة على اعلى حاجة برضك هتلاقي التبريد ضعيف في الفريزر وفي الكابينة تحت. دي بتبقى مشكلة ان الموتور نفسه ضعف بسبب عدم الفصل، والتلاجة بتشتغل فترة طويلة، وبالتالي الغلطة دي بتتكرر والموتور بيتحرق، والتلاجة ممكن تكلفك انك تجيب كباس جديد. المفروض الطبيعي ان المروحة دي بتشتغل معانا وبتكمل معانا توزيع التبريد عشان ينزل من الجزء ده لحد ده اللي بيوصل التبريد للكابينة اللي تحت عشان تدي تبريد مناسب. طول ما هي مش شغالة هتلاقي الكويل ده هيربي معانا تلج، ده لو الكباس تمام، وبعد كده التلاجة عمرها ما هتفصل. عندنا اشهر اعطال التلاجات ان التلاجة بتبرد معانا في الفريزر والكابينة اللي تحت مفيش تبريد. حتى لو عليت الدرجة على اعلى حاجة، وانا هوريكم برضو الجزء اللي تحت جاي على اعلى حاجة وبرضك مفيش تبريد من الاجزاء اللي بتوزع مفروض اما المروحة تشتغل، وبالتالي التبريد بيضعف. الاسباب ان تاخد فترة طويلة عشان تفصل، فبالتالي الزيت اللي جوه الموتور بيخرج بيلف في المكثف اللي هو الخارجي وبيقلل حركة الفريون، فالتوزيع بيقل، وتلاقي بعد كده الكويل بياخد وقت عشان يكمل معانا الجزء للنهاية اللي هو ده. تاني حاجة، اما الموتور بيشتغل فترة طويلة بيقل جهده وبالتالي الكباس هيتحرق. الصح لما يحصل عندك انسداد في الكابينة بتاعة الفريزر بتوقف التلاجة وتفصلها، وبعد كده بناخد الكويل ده بيتم تنظيفه من الداخل ويتغير له الكباريري اللي هو بتاع توزيع الفريون، وبعد كده يتم شحنها. هتلاقي التلاجة شغالة معاك تمام، والكابينة اللي تحت التبريد هيتظبط فيها. مفروض اول ما تلاحظ ان التبريد قل تفصل التلاجة، وبعد ما يتم تنظيف الكويل وشحنها بنرجع الجزء ده على الميديا، ما ينفعش نعليه عن كده، والكابينة اللي تحت نفس الكلام. لو استفدت من الشرح دوس لايك واشترك في القناة لكي يوصلك كل جديد. ولو حصل معاك نفس المشكلة ان التلاجة التبريد ضعف فيها وقل ابعتلي في التعليقات.